برشلونة هانز فليك يكتسح ريال مدريد برباعية نظيفة على أرضه وبين جماهيره. تيكي تاكا فليك كان لها كلمة حسم في الكلاسيكو. يجب إعطاء هانز فليك حقه، إنه ملك الضغط العالي والدفاع عن المتقدم والانضباط التكتيكي، إنه بروفيسور مصيدة التسلل، إنه من أعاد برشلونة إلى الحياة، من مدرسة برشلونة، من أشبال اللمسية. في الشوط الأول كان ريال مدريد جيد، لم يستغل مهاجموه الفرص التي سنحت لهم بسبب خطة فليك المحكمة. برشلونة كان له يوم راح أقل من ريال مدريد، لكن هانز فليك عرف ويعرف كيف يتعامل مع هذه الظروف. في الشوط الثاني برشلونة اكتسح ريال مدريد بالطول وبالعرض. قام هانز فليك بإخراج فيرمين لوبيز وإدخال ديونج. كما ذكرت في بثي السابق أن ديونج له جودة مع الكرة، مما أعطى السيطرة على خط الوسط لبرشلونة والحفاظ على الكرة والتحول السريع إلى الهجمات المعاكسة. كما أعطى دخول ديونج قوة دفاعية لبرشلونة. فليك قام بتحفيظ اللاعبين الخطة التكتيكية المحكمة بشكل دقيق جدا. تعامل